احنا ما كنا شركاء، كنا مقاولين من الباطن. وهاي مشكلتنا احنا من الاستقلال وقبل الاستقلال كنا نسمع وننفذ. عمرنا ما وقفنا مواقف اللي خلت الاجنبي يجينا يعرف انه ممكن نقبل او نرفض. اليوم اي وفد امريكي يجي للمنطقه لاغلب دولنا بدون التسميه عنده اقتراح يعرف انه حيفرضه وحننفذ. اذا ما نفذناه كله حننفذ 80% منه. ليش؟ لان هذا العاده، والا ما تصير صديقه. هو يقول لك ما تصير صديقه وانت عامل اذا مش صديقي معناته الغطاء. اصلا ما في غطاء، الغطاء وهم صار الان. الغطاء المهم في رايي انا بعد كل الخبره اللي مريت فيها بكل تواضع هو شعبك، هو قوتك في الداخل. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن ان نشارك فيه. أنا أرفض تعليقك بأن هذه النبرة متعالية. إن النبرة المتعالية آتية من السيسي الذي أهان رئيس الولايات المتحدة عبر رفضه دعوته إلى زيارته في البيت الأبيض. ولكن